محتارة تعملي تحلية سريعة كده، تعالي أقولك على الافتكاسة افتكستها ده بصراحة، يعني ما شفتش حد عملها قبل كده، أنا افتكستها كده. كان عندي ربطة جلاش وعملت شوية كاستر، وكان عندي شوية كنافة في التلاجة كده كنت شايلاهم على جنب متحمرين. عملت طبعا بقى الطريقة المعتادة بتاعة الجلاش، وحطيت في النص الكاستر وعليه شوية الكنافة المتحمرة، ودخلتها الفرن وسويتها وسقيتها الشربات وسخن وغطيتها كده عشان بنحبها تبقى طرية مش بنحبها تبقى ناشفة. طلعت بصراحة طعمها حكاية وهم. جربي بس كده الطريقة ديت، انك تحشي كده الجلاش كاستر وشوية كنافة متحمرين وقولولي ايه رأيكم. بجد بجد ما تقوليش ايه العك كده، بجد جربي الاول بعد كده احكمي. طلعت جميلة والله، انا افتكستها كده وانا واقفة، يعني انا جت معايا كده بس بصراحة طلعت طعمها روعة. طلع معانا كده مورقة وجميلة وزي العسل. لو مش بتحبها تبقى طريه زي حالاتي ما تغطيهاش، يعني سيبيها بره كده فالهوا هيخليها تبقى ناشفه معاكي، بس احنا بنحبها طريه برضه عشان برضه الاطفال يعرفوا ياكلوها وكده. متنسوش بقى تشتركوا عندي في القناه وتعملوا لايك كده وتكتبوا لي كومنت كده وادعوا لي بالله عليكم بالشفا، لان انا تعبانه الايام دي. وشجعوني كده عشان عايزه انزل لكم وصفات، لان بقالي كتير كده ما نزلتلكوش اي حاجه على القناه، فعايزه بقى اشجع كده وانزل لكم، بس ادعوا لي بس ان هي اقف على رجليا تاني. متنسوش تشتركوا وتعملوا لايك.